رئيس نادي، خليني اقول لك ان المره دي زي ما قلت لك ان اللعيبه ما كانوش قد المسؤوليه، بعكس اللعيبه اللي فاتت اللي هم كانوا نجوم اوريدي بس عندهم روح المسؤوليه، جايين فعلا يقاتلوا كده لاخر نفس كده. الشباب يعني راموس ده كان لاخر ذره نفس كان يروح ويحارب ويعمل فاول ويطرد لاجل ريال مدريد يكسب، او لاجل ريال مدريد ياخد مثلا بوينت زياده او يعدي في الشامبيونز ليج او. فده الفرق، وفرق واضح قوي بين الجيلين. طيب فلما نرجع ورا شويه وايام تشابي الونسو اللي انا مش عارف صراحه هو مشي ليه وما خدش فرصته، وان رئيس النادي ضغط عليه وجه في صف اللعيبه، جه في صف فينيسيوس جونيور على تشابي الونسو. وده يوضح قد ايه ان ريال مدريد مش فريق مدربين ولكن هو فريق لعيبه اكتر من هو مدرب. سامع حد بيقول لي طب وزيدان؟ لا يا معلم، زيدان ده كان قصه تانية، انا بكلمك على المدربين العاديين. دايما تحس ان المدير لازم ينصاع للعيبه. طيب يبقى دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تشابي الونسو ما خدش فرصته، واي مدرب هيجي تاني ما اظنش ان هو هيعرف ياخد فرصته. وعشان كده انا كلامي على ما تقدرش تحكم عليه وتقول ان هو مدرب فاشل او مدرب ما عملش حاجه، لان هو ما قدرش يطلع اللي عنده، ما قدرش يطلع اي استراتيجيه، او ما قدرش يطلع الفكر بتاعه. لان هو ما يعني هو حتى في تصريح ليه بيقول انا كنت فاكر نفسي جاي ادرب لعيبه، ما اعرفش ان انا جاي ادرب اطفال او جاي ادرب اطفال في مدرسه. فده يوضح قد ايه هو ما كانش ليه سلطه وما كانش ليه راي، والموضوع كان بره ايده تماما. بعكس زيدان اللي طبعا رمز كبير لريال مدريد، رمز كبير في العالم، فما كانوش اللعيبه قادرين يتكلموا معاه. كان ليه السلطه ان هو يقعد رونالدو على الدكه ومحدش يعرف يفتح بقه. ولكن هنا انا